مساء الخير. آخر جزء في الدرس إن شاء الله، الجزء الثالث من الدرس الثالث. عرفنا من العناصر وعرفنا البروبرتيز، تمام. طيب عايزين بقى نقدر نستنجش substance liability properties، عايزين نقدر نفرق بين العناصر عن طريق الخصائص بتاعتها. طيب احنا الأول عرفنا إن احنا في physical properties و chemical properties، صح؟ طيب ايه ال physical properties؟ هي ال properties of substance can be observed and measured in some cases. يعني ايه؟ هي خصائص العناصر اللي انا اقدر احددها عن طريق القياس، تمام. زي مثلا الفيسكوستي، الدنستي، melting point, color, taste and odor, solubility in water, boiling point, hardness, electrical conductivity, thermal conductivity. هما 9 خصائص فيزيائية، تمام. عندي الفيسكوستي والدنستي، الميلتنج بوينت والكرر، السولبل هل هو المادة دي سولبل ان ووتر ولا لأ، بويلنج بوينت بتاعتها، الهاردنس بتاعتها، هل هي بتوصل الحرارة، هل هي بتوصل الكهرباء electrical conductivity ولا thermal conductivity. دول 9 حاجات. طيب أول حاجة الفيسكوستي، إيه هي؟ هي physical properties of liquid that describe their resistance to flow and the movement of objects through them. يعني ايه؟ هي resistance to flow، هي resistance يعني المقاومة، مقاومة الفلو، مقاومة الفلو اللي هو ايه مثلا for example، يعني لو انا عندي كوباية من العسل كوباية من المية، تمام، وحطيت مثلا فيهم هما الاتنين سفير صغيرة كده من الازاز، بلية صغيرة، وشفت انها هتنزل ازاي وهتنزل بسرعة ازاي، هي دي resistance to flow، تمام. هتنزل البلية في أنهي أسرع، المية ولا العسل؟ المية، صح. يبقى معنى كده إيه؟ إن المية less viscosity than إيه؟ than الهاني، تمام. طب إيه كمان؟ لو أنا جيت جبت مثلا كوباية من المية وكوباية من العسل وحبيت أقلبهم، إيه اللي هيتقلب أسرع؟ معلقة مثلا هيتقلب أسرع الإيه؟ الووتر، تمام. وبرضو عشان الووتر less viscosity than honey، إن أنا أقدر ستير الووتر than honey أسرع easier، تمام. طيب ده معنى بسيط للفيسكوستي. فيسكوستي يعني اللزوجة بالعربي، تمام. طيب question مثلا بيقول لك هنا إن أنا عندي 4 identical pool، أنا identical pools، أنا عندي 4 كور صغيرين made of the same material few moments after falling from the same level into 4 different liquids. طيب هنا بيقول لك انا عندي spheres، كور صغيره في الاربعه liquids دول، بيقول لك رتبهم لي arrange the liquid from the lowest viscosity to the highest viscosity. رتبهم من الاصغر اقل viscosity لاعلى. طب اقل viscosity يعني ايه؟ يعني السفير هتمشي فيهم اسرع، صح. يبقى مين اقل واحده؟ 3. مين المستوى اللي بعدها؟ 1. مين المستوى اللي بعدها؟ 2. مين المستوى اللي بعدها 4. يبقى 4 ده أعلى فيسكوزيتي فيهم، لأن السفير تقريبا واقفة على السطح ما نزلتش، تمام كده؟ فهمتوا؟ طيب بعد كده الدنستي. إيه هي الدنستي؟ physical property used to distinguish between material that float on the surface of water and those that sink in it. يعني إيه الدنستي؟ الكثافة بتاعتها. الكثافة يعني إيه؟ هي خاصية فيزيائية بفرق ما بين الماتيريالز فيها، بحيث ان في بعض الماتيريالز float on the surface of the water بتطفو، وبعض الماتيريال بتسنك بتغوص، تمام. طيب الماتيريال اللي الدنستي بتاعتها كثافتها اقل، فدي بتفلوت on the surface، يبقى الكثافة الأقل للماتيريال دي بتفضل على السطح، تفضل تطفو على السطح. طب الماتيريال اللي كثافتها تقيلة بتنزل تحت، تمام. طيب زي مثلا كورك اند ايرون. كورك يعني اللي هي
زي الفلين كده، تمام، شبه الفلين. طب لو أنا عندي شوية مية في كوباية وحطيت قطعة من الفلين، الفل العادي مثلا، الفل اللي بيبقى موجود في الأجهزة الجديدة اللي بنجيبها، جربها كده وهات حتة منه قطعها صغيرة، وهات مثلا حتة ايرون، مسمار حديد، أي حاجة حديد، تمام. حط الاتنين امسكهم مع بعض وسيبهم في نفس الوقت وارميهم مثلا في كوباية مية. هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الفلين فضل يطفو على سطح المية، لكن حتة المسمار أو الحديدة الصغننة نزلت ايه؟ sink in the water. يبقى هنا الدنستي مين أعلى؟ الحديد ولا الكورك اللي حطيناه فوق؟ الكورك قليلة والحديد ايه؟ أعلى. يبقى الدنستي of cork less than the water، عشان كده float on the surface، لكن الدنستي of iron greater than that of water، عشان كده بيحصل لها ايه؟ sinks in ايه؟ in water. طيب تعالوا نشوف الاندرستاندينج بتاعنا. according to the opposite figure، الشكل ده حتة خشبة وجنيه، أنا حطيت الاتنين ولقيت الجنيه نزل في القاع وبيس اوف وود فضلت على الايه؟ على السيرفيس. طب ال density of the coin ايه بالنسبة لل density of water؟ أعلى منها. ليه أعلى؟ عشان هي حصل لها إن هي إيه؟ نزلت تحت. طب ال density of the piece of wood هي أقل من density of إيه؟ of water، عشان كده هي حصل لها floating on the surface. تمام؟ تمام. تالت حاجة ايه هي الميلتنج بوينت؟ هي درجة الحرارة اللي بتغير فيها الستيت، الحالة بتاعة السبستنس from ايه؟ melting يعني ذوبان، يعني هي كانت solid اتحولت لإيه؟ لليكويد. يبقى الميلتنج حاجة solid اتحولت لإيه؟ لليكويد. طيب اللايف ابلكيشن بتاعتها أو الابلكيشن اللي عندنا، لو أنا شفت difference of the melting point of a butter block from the melting point of an aerogel sheet. لو أنا عندي باتر، لو أنا عندي زبدة سخنتها وعندي aerogel sheet وسخنته، تمام. في السلايد اللي بعدها تعرفوا ايه aerogel sheet. طيب even by a high elevation in temperature، إن أنا عليت درجة الحرارة، هدوب الاتنين، هدوب melting، هدوب شوية باتر وaerogel sheet، تمام. هنشوف الفرق بينهم هما الاتنين. دي بتدوب امتى؟ عند درجة حرارة كام؟ ده بيدوب ايه؟ امتى؟ تمام. ايه اللي بيحصل؟ ان البتر، تمام، البتر بروك دي احنا ساعات لما بنسيبها في درجة حرارة الغرفة العادية اللي نعمل اكل مثلا، بنلاقي ايه؟ ان الزبدة ابتدت تسيح. تخيلوا ان انا لو حطيت الزبدة على النار، الميلتنج بوينت بتاعتها على طول، يعني ما بتاخدش درجة حرارة عالية عشان تدوب، صح؟ طيب يبقى الميلتنج بوينت ايه؟ هي بتسيح بدرجة حرارة على طول. لكن الايروجel شيت مش بيتأثر حتى بدرجات الحرارة العالية high elevation temperature، تمام. ايه الايروجel شيت ده بقى؟ هو transparent، هو شفاف، low density material، الماتيريال بتاعته شفافة قوي، وغالبا بيتكون من 99.8% of its composition is of air only، من الهواء، تمام. هي مادة اتعملت بديل لإيه بقى؟ أو إيه لازمتها؟ الايروجel شيت هو تقريبا هواء بنسبة 99%، معمول بتكنيك معين ولو دينستي جدا، يستخدموه. هو تقريبا لايت سوليد ماتيريال known to date، يعني هو تقريبا أخف ماتيريال موجودة في وقتنا هذا. طيب بيستخدموه ليه بقى؟ هو durable جدا واكسلنت جدا جدا جدا، في ان هم بيعملوا منه الجاكيتس الخاصة بالريسيرشرز، الباحثين اللي في الأنتاركتيكا، القارة القطبية، يعملوا منه الجواكت بتاعتهم. ليه؟ replace الفرو، عشان يحميهم from extension، تمام. مش البولر بي ليه فرو عشان يحميه من الانقراض؟ طيب الريسيرشرز اللي موجودين في أنتاركتيكا طبعا هم عايشين في درجة حرارة قليلة جدا جدا جدا، فعشان يربليس الفرو وعشان يعرفوا يتحركوا أسرع وأحسن، في نفس الوقت جسمهم ما يتأثرش بالبرد الشديد اللي هم فيه،
يعملوا لهم الجواكت من الايرو من الايرو جل. تمام. واحنا عرفنا الايرو جل مش بيتأثر بدرجة حرارة عالية في الميلتنج بوينت بتاعته، فالميلتنج بوينت بتاعته عالية جدا. طيب تمام كده. احنا دول بس اللي هناخدهم من الدينستي، من البروبرتيز بس الفيسكوستي، دينستي، ميلتنج بوينت. اوكي. طيب هناخد الجزء اللي بعده الكيميكال بروبرتيز. طيب الكيميكال بروبرتيز ايه هي؟ هي ال properties of substance that only appear بتظهر when chemical reaction occur leading to change in the shape and composition of the substance. يبقى هي الخاصية اللي بتطلع بس أو بتظهر بس لما يكون في chemical reaction. chemical reaction بيحصل إيه؟ بيحصل ليه تغيير في شكل السبستنس ده وتغيير composition بتاعته، تغيير التركيب الخاص بيه. يبقى ما بيحصلش لما يكون في chemical reaction بس. تمام. وده بيؤدي الى تغيير الشكل وتغيير الكومبوزيشن الخاصه بالماده دي. طيب زي مثلا change a litmus paper color according to substance type. دي احنا بنهتم بيها جدا في المعمل. الليتموس بيبر اللي هي ورقه عباد الشمس. تمام. هي تيست صغير كده، ورقه معموله من عباد الشمس. دي بتتغير لونها مع تغيير السبستانس اللي بتقيسه او مثلا بتحط فيه زي انديكيتور كده. تمام. طيب في ليتموس بيبر بيتغير للونين، يا اما ريد يا اما بلو. تمام. substance that turn litmus paper to red وsubstance turn litmus paper to blue والsubstance ما بتأثرش فيها. تمام. على تغيير الألوان دي بعرف إن السبستنس دي كانت أسيد ولا بيز ولا نيوترال. يعني هي لما يكون عندي سبستنس عايز أعرف هي بقت بيز أو هي بيز أو أسيد أو نيوترال، بعمل إيه؟ تيست ليتموس ليتموس بيبر. تمام. طيب مثال، لو أنا جبت الليتموس بيبر دي حطيتها على ليمونة. تمام. وحطيتها كمان على توث بيست، يعني حطيت جزء من التوث بيست على الليتموس بيبر، على ورقة عباد الشمس دي، والتانية على الليمونة. هلاقي إن الليمونة ليمون جوز turned litmus paper to red، اتحولت لريد. ليه؟ لأن الليمون سيتريك أسيد، ده أسيد. التوث بيست اتحول لبلو عشان ده بيز. تمام. يبقى هنا اللايف ابلكيشن ان انا لما جيت استخدمت ليتموس بيبر على اي ماده عندي في البيت حتى، عرفت منها وشفت التغيير الخاص باللون. اوكي. طيب تاني حاجه مثلا different color percepted is formed depend on the type of the user agent. يعني ايه؟ احنا قلنا هي chemical reaction صح؟ الاولاني احنا عملنا تيست بالليتموس بيبر، يعني chemical reaction اهو حول ليتموس بيبر لريد او بلو. طيب التانية ان انا عندي chemical reaction بيحول النتيجة بتاعته ان انا بيبقى عندي percepted يعني راسب ملون. تمام. depend on the reagent يعني ايه بمنتهى السهولة كده. لو انا عندي chemical reaction عملته غيرت فيه الريجنت، تمام، بيغير الكالر. يعني it's possible to differentiate between two different colorless solutions by adding a certain reagent to each of them where its form a percepted with a different color with each of them. يعني لو انا عندي محلولين، تمام، الاثنين دول محلول هو احنا قلنا محلول اللي هو بيتكون من اكتر من مثلا من two substance او اكتر، صح، soluble في بعض. طب انا مش عارف المحلول ده جواه ايه، عايزه ارسب substance من جواه عشان اعرف هو ايه نوعه. قال لي لو انا حطيت reagent، تمام، للمحلولين دول هلاقي ان في راسب مختلف. يعني غيرت الريجنت هلاقي ان في راسب مختلف percepted بيبتدي يظهر، وعليه هعرف الراسب ده راسب من اني substance. تمام. طيب بعد كده uses of substance based on their properties، استخداماتهم بقى. انا ابتديت اعرف ان الكيميكال properties بتاعتهم الكيميكال properties بتاعهم عايز استخدمهم انا، وعشان كده كان هو ده البريودك تيبل، هو ده السبستنس، هو دي الاتومز. انا عايزه استخدمهم، انا ابتديت اعرفهم، العلماء استدي ليهم
وعرفوا البروبرتيز بتاعتهم، صح؟ ودي كانت اهم حاجه عملوها في البريودك تيبل، صح؟ زي لما فاكرين من الدرس اللي فات. بعد ما عرفوا الخصائص دي هم عايزين يعملوا ايه؟ هم عايزين بقى يشتغلوا بيها، يعملوا لها لايف ابلكيشن يستخدمهم، صح؟ زي ايه مثلا؟ الهيليوم. الهيليوم هو انرت غاز، صح؟ موجود في جروب ايه؟ زيرو. طيب عملوا فيه ايه؟ عملوا ان هم يشتغلوا بيه في الفيلد بالونز، في البالون الطائر. ده الغاز اللي فيه غاز هيليوم. ليه؟ اشمعنى الهيليوم؟ قال لي هقول لك ليه. عشان الدنسيتي بتاعته اقل بكتير من الهواء، فبيحصل له فلوتنج، فبيطلع لفوق. تمام. وكمان نون فليمبل، غير قابل للاشتعال، فبيبقى سيف اكتر. انا لما عرفت خصائص الهيليوم عرفت استخدمها في مكانها اللي يفيدني انا كشخص، او تفيد البشريه في ايه؟ في بروسيس معينه، او في تكنيك معين، او في ماشين معينه، صح؟ طيب النيتروجين مثلا، ايه اللي حصل للنيتروجين؟ احنا لما نيجي نسمع بابا وماما لما بنروح نعمل العربيه، نزود الكاوتش بتاع العربيه، هواء ولا نيتروجين؟ اذا في نيتروجين في الهواء في اطار العربيه، في العجل، طب ما سالناش نفسنا ليه نيتروجين اصلا؟ اشمعنى ده؟ قال لنا لما عرفنا خصائص النيتروجين حطيناه في مكانه، فبقينا نملى ايه؟ في الكور تايرز instead of air، بدل الهواء. طب ليه؟ قال لك اولا عشان ده مش بيتاثر بدرجه الحراره اللي موجوده، اللي هي كان ساقعه قوي، حر قوي، ما بيتاثرش بيها، and does not react with rubber، وكمان ما بيتفاعلش مع المطاط الخاص بالايه؟ بالتاير، بالعجله. فده يبقى ايه؟ افضل. يعني درجة الحرارة عالية، أو درجة إحنا في الصيف أو في الشتاء مش بيتأثر النيتروجين بدرجة الحرارة دي، وكمان ما بيتفاعلش مع الرابر اللي هو تكوين أصلا الإيه؟ التاير. تمام؟ طيب stainless steel alloy it made of iron and added element، هو أساسه حديد معاه شوية عناصر تانية. الستانلس ستيل عامة، أنا ليه بستخدم الستانلس ستيل؟ utensils، في أدوات الإيه؟ أدوات المطبخ أو أدوات الطبخ. ليه؟ علشان بيقاوم الايه؟ بيقاوم الصدى، resistance ايه؟ rusting. تمام. ألومنيوم، تيتانيوم، ألوي. لو أنا عندي ألوي يعني ميكس ما بين الميتال، اسمه ألوي. تمام. طيب لو أنا عندي الألومنيوم والتيتانيوم، الألوي دي مع بعض، الميكسشر ده مع بعض، الماتيريال ده أنا بستخدمه فين؟ قال لي بستخدمه في الميليتري اير كرافت فريمز، الاستراكشر، في الهيكل بتاع الاير كرافت فريم، اللي هي الطيارات الحربية، في تصنيع الهياكل الخاصة بالطيارات الحربية. طب ليه؟ قال أولا لأنه أخف من الألومنيوم، تمام، لوحده. تمام. وretain its strength at high temperature، بمعنى في بعض المعادن مع الهاي هاي سبيد والهاي تمبريتشر، طبعا السبيد ده بيعمل طاقة احتكاك. طبعا الاير كرافتس درجات السبيد بتاعتها عالية جدا، الطيارات الحربية السبيد بتاعتها عالية جدا، فده بيعمل ما بينها وبين الهواء ايه؟ احتكاك، فبيعمل درجة حرارة. في بعض الالويز ما بتستحملش، في بعض الالوي، أنا مش فاكر الالوي بالعربي يعني. تمام. مش بتستحمل درجات الحرارة اللي الاحتكاك دي، فلقى ان انا لما جيت عملت الالومنيوم بودي بس، لقيته لا، لقيته مش كويس. زي ما انا جيت حطيت عليه ايه؟ تيتانيوم ايه؟ سبس تيتانيوم اليمنتس، وعملت الوي منهم. تمام. وبقى بالنسبه لي ان انا اعمل الاير كرافت بال مش عارفه اجيبها لكم حاليا. تمام. ابتدى يعمل بيها الايه؟ الاير كرافت. تمام. قال له يعني سبيكه، الحمد لله. سبيكه هي خليط معدني، بالعربي خليط معدني. يبقى انا حطيت الالومنيوم على التيتانيوم في خليط، ده بالنسبه لي بقى افضل في الميلتري ايه؟ اير فريم. طيب السيليكون is a metalloid that conduct electricity poor than metals but better than non-metals. فاكرين؟
الحمد لله. خدنا في البريودك تيبل بعض العناصر كده في البي بلوك اسمهم ميتالويد، صح؟ وقلنا ان دول بيكوندكت الكتريستي وليهم ميتاليك، يعني ميتاليك ستراكشر شويه مختلفه. في منهم سيليكون، تمام؟ فالسيليكون هو ميتالويد، تمام؟ هو بيوصل الكتريستي بس اقل من الميتالز واحسن من النون ميتالز. يعني حاجه في الوتر ميتالويد ايه؟ وسيط كده، يعني وسيط ما بين الميتالز، تمام كده. فده كان نوع من انواع خاصيه الايه، خاصيه من خصائص السيليكون، تمام؟ اللي هو بالعربي اسمه الشبه معدني. ميتالويدز يعني اشباه معادن، هي بتوصل اقل من المعدن الالكتريستي واحسن من النون ايه، من النون ميتال. طيب فقال لي مثلا السيليكون used to the manufacture of the computer chips. بالكمبيوتر شيبس اللي هي زمان كنا لما نيجي نفتح كده الاس اس دي مثلا او الهارد ديسك بتاع الهارد بتاع الكمبيوتر، جواه كده في بنز صغنططة كده جواه، دي اللي اسمها الكمبيوتر شيبس، تمام؟ طيب ليه انا بستخدم فيها السيليكون؟ قال لي عشان دي كوندكت الكتريستي احسن من نون ميتال بس اقل من ميتال، فبتدي الالكتريستي اللي انا عايزها، النسبه اللي انا عايزها جوه الايه، جوه تصنيع الكمبيوتر، تمام؟ تمام. غالبا كده احنا خلصنا الدرس، الحمد لله. الدرس ده حلو سهل كتير طبعا عن الدرسين اللي فاتوا. تعالوا نشوف التست your understanding ونقفل عشان نحل مع بعض الأسئلة زي ما بنعمل كل مرة. Choose the correct answer. In an experiment to differentiate between four different liquids, the time taken by four identical metal poles made of the same material to fall from the same height in each liquid was recorded as shown in the table. Which liquid has the lowest viscosity؟ يعني ايه؟ زي ما احنا قلنا احنا عندنا 4 ليكويد، ومسكت سفير او بول ورميتهم، تمام؟ الاربعة في نفس الوقت. طيب خدوا وقت قد ايه عقبال ما وصلوا، او عقبال ما ايه، يعني فولينج تايم بتاعهم في الليكويد، يعني وقت السقوط بتاعهم، تمام؟ هنا فيسكوستي ولا دينستي؟ فيسكوستي، لزوجة. طيب يبقى ده ايه؟ physical properties of viscosity. طيب خد التايم الأولاني 6، التايم الأولاني 5، 4، 2. كل ما التايم أقل كل ما الفيسكوستي عالية ولا زيادة؟ كل ما خد التايم أقل الفيسكوستي إيه؟ قليلة، لأن الكرة مشيت على طول، نزلت على طول، صح؟ يبقى أقل دنسيتي هنا مين؟ رقم letter D. طيب some eggs were placed in a container of water. Some of them float on the surface, and according to the value shown in the table, it was concluded that عندي water, rotten eggs, fresh egg density بتاعها 1 جرام 0.9 1.2. طيب الووتر الدنسity بتاعها 1 جرام بالسنتيمتر مكعب، تمام؟ والجرام بير سنتيمتر مكعب ده وحدة قياس الدنسity، كثافة. طيب عندي الووتر الوحدة بتاعته 1. عندي بيض، البيض البايظ 0.09، البيض الفريش 1.2. ده هنا فيسكوستي ولا دينستي؟ دينستي. احنا قلنا ان ان الماتيريال اللي الكثافة بتاعتها اعلى من المية بيحصل لها ايه؟ بتغوص ولا فلوت؟ فلوت ولا سينك؟ سينك، صح؟ لان الكثافة اعلى فبتنزل تحت. طيب الكثافة بتاعت الماتيريال اللي أقل من الواحد أو أقل من المية هيحصل لها إيه؟ هيحصل لها فلوت. يبقى الروتن إيج هتبقى فلوتنج على المية ولا واقعة تحت؟ فلوتنج. وده على فكرة لايف ابلكيشن، نعرف البيض اللي عندنا في البيت بايظ ولا لأ، تمام؟ يبقى الروتن إيج float on the surface of water، الفريش إيج هي اللي floated on the surface of water. الروتن إيج هي اللي هتنزل تحت ولا الفريش إيج اللي suspended in water؟ احنا قلنا ايه؟ ان الروتن ايج هتبقى floating on ايه؟ on the surface of water، يبقى رقم ايه.
all of the following are characteristic of aerogel ما عدا كل اللي جاي هو خاصية من خصائص الايروجel ما عدا حاجة واحدة. It's one of the lightest gaseous material. It's a high durable. It has low density. It has excellent insulation properties. هو مش غاز، هو lightest material مش غاز. تمام. تعالوا نرجع لاسمه بالظبط. lightest material solid material مش غاز material. هو بيتكون من 90.9 99.8 air بس هو solid material. يبقى كل دول صح ما عدا رقم A. One of the chemical properties of sodium carbonate is sodium carbonate. تمام. is dissolved in water, produce gas bubble with lemon, is a good electrical conductor, ولا has a high melting point. تمام. طيب ايه خاصية كيميائية للصوديوم كربونات؟ هو اولا dissolve in water يعني هو بيدوب في المية. تمام. طيب تعالوا ناخدهم واحدة واحدة. dissolve in water فعلا الصوديوم كربونات بيتحلل بيدوب في المية. تمام. طب هل هو good electrical conductor؟ لا، هو مش بيوصل لإيه electrical conductor. هل هو بيعمل بابلز مع الليمون؟ لا، هو مش بيتفاعل مع السيتريك اسيد. ليه هاي ميلتنج بوينت؟ هو ليه ميلتنج بوينت مش هاي، يعني ليه ريزونبل هاي ميلتنج بوينت تقريبا 851. هو ليه هاي ميلتنج بوينت بس نوت هاي، مش دي الصح. الصح هنا dissolve in ايه؟ in water. Color of litmus paper in vinegar different from its color in the oven cleaner depend on ايه؟ chemical properties. صح. الليتموس اي حاجه ليتموس بيبر لقيتها ما بين حاجه وحاجه فده بيبين الكيميكال بروبرتيز بتاعتها ان كانت اسيد او بيز. تمام. طيب what are the physical properties which should a new material used in aircraft construction have؟ هعمل aircraft لو انا هعمل طياره عايزه استخدم alloy او عايزه استخدم سبيكه من ماتيريال جديده كده، هل لازم يبقى فيهم ايه الخصائص؟ heavy and rigid يعني صلبة بس تقيلة. strong and has low density. flexible and has low density. shiny and good electrical conductor. أولا heavy and rigid لأ، ما ينفعش تبقى تقيلة. shiny and good electrical طبعا ما ينفعش تكون بتوصل درجة الحرارة أساسا لأن في احتكاك مع الهواء، فممكن الاحتكاك ده مع التوصيل مع إن أنا مستخدم ميتال بتوصل درجة الحرارة ممكن يحصل مشكلة كبيرة جدا. هل flexible and has low density ولا strong and has low density؟ لا، أنا عايز ميتال أو عايز ألوي strong صلبة والدنستي بتاعها أقل من الإيه؟ من الهواء عشان يعرف يخترق الهواء وكمان تستحمل درجات الحرارة تستحمل السبيدز العالية والاحتكاك مع الهواء. صح. هتبقى أنا عايز strong بس اللي هو إيه؟ density. مش عايزة flexible. مش عايزة ليه؟ لأن مع درجات السبيد العالية ممكن الألوي دي لو flexible تتني لوحدها. الإجابة الصح رقم إيه؟ سي. تمام. letter سي. كده احنا خلصنا الدرس الحمد لله. هناخد فيديو جديد بقى عن حل الاكسرسايزز الخاصة بالكتاب والخاصة بالكتاب المعاصر. أتمنى تكونوا درس سهل. الحمد لله الدرس ده سهل. إن شاء الله هتلاقوا ملخص ليه كامل بالوايت بوينت الوايت بورد انيميتر اللي انتوا بتحبوا تتفرجوا عليه. هتلاقوا تلخيصه إن شاء الله يبقى سهل. باي باي.